المشاهدون في كل مكان، طبتم وطابت أوقاتكم. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائية الإرترية، نستهلها بالعناوين. سكان مسوع يحيون الذكرى السادسة والثلاثين لعملية فنقل من خلال نصب خيام أهلية. المعهد الوطني للأبحاث الزراعية يقوم بإجراء أبحاث حول جودة البذور في غردات. الدراج الإرتري الأولمبي بنيام قرماي يتوج بسباق الميريا الكلاسيكي. معطل واعتقال عشرات الإرهابيين في نيجيريا. أستراليا تعلن عن استثمار ضخم في منشأة جديدة لبناء غواصات نووية. والجيش السوري يتسلم قاعدة الشداد بعد تنسيق مع واشنطن. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. احتفل سكان مدينة مصوع اليوم 15 من فبراير بالذكرى السادسة والثلاثين لعملية فنقل من خلال نصب خيام جماعية جميلة في مراكزهم الإدارية المحلية. وقال سكان 5 إدارات ضواحي إنهم يحتفلون بذكرى عملية فنقل كل عام من خلال نصب الخيام وإعداد الطعام والماء. ولقد بشرت عملية فنقل بنهاية الاستعمار وفتح الباب أمام الحرية. وقال الذين أدلوا بآرائهم لوكالة الأنباء الإرترية إرينا إن هذه الذكرى لها مكانة خاصة في قلب كل إرتري، وأنها تحمل مسؤولية كبيرة لنقلها إلى الأجيال المتعاقبة. وقد شهدت حاضرة إقليم شمال البحر الأحمر مدينة مصوع الساحلية بعد ظهر 14 من فبراير تنظيم فعاليات الاحتفال الرسمي بالذكرى السادسة والثلاثين لعملية فنقل التاريخية تحت شعار بطولات فنقل للأجيال بحضور فخامة الرئيس أفورقي وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة بمن فيهم الوزراء وقادة الجيش وآلاف الزوار من الداخل والخارج. اشتمل الحفل استعراضا للقوارب السريعة التي تقودها المرأة التابعة للبحرية الإرترية وعرضا للسفن المتوسطة والكبيرة، وقد رافق ذلك برامج ثقافية وفنية سلطت الضوء على تاريخ وبطولة عملية فنقل وبرهنت دور المواطنين والمناضلين، فيما نقلت رسائل إلى الحالمين وعززت القوى القتالية للشعب الإرتري. إن برامج الاحتفال بالذكرى السنوية السادسة والثلاثين لعملية فنقل التاريخية التي بدأت بتنظيم أسبوع الشباب اشتملت على أنشطة ثقافية ورياضية والتعريف بموارد بحرية وندوات ومعارض حول منتجات المؤسسات وقرى طلابية وجوائز فنقل ومعارض مرئية ومادية وابتكارات وحرف يدوية، بالإضافة إلى برامج للأطفال وخيم مجتمعية. يجري المعهد الوطني للبحوث الزراعية أبحاثا حول جودة بذور الخضروات والفواكه في محطة غردات. وصرح منسق محطة غردات إبراهام قبر مدهن بأن الهدف من البحث هو ضمان جودة البذور وزيادة الدخل وتنسيق منتجات صحية. وأضاف أنه في العام الماضي تم توزيع بذور الموز على المزارعين، مشيرا إلى أنه ينبغي عليهم الاستفادة من خلال تعزيز معارفهم وبناء علاقات وثيقة مع المعهد. وقال خبير وقاية المحاصيل الشاب ماتيوس إساق إن المعهد سيوفر للمزارعين بذورا ملائمة للمناخ والتربة وأكثر مقاومة للآفات والأمراض، إدراكا لأهمية البذور في تعزيز الإنتاج والإنتاجية. وأكد على ضرورة إبلاغ المزارعين الجهات المختصة فورا عند ملاحظة أي آفات جديدة، وأن يكون استخدام المبيدات الحشرية هو الملاذ الأخير. وحث المهندس استيفانوس يوسف خبير إعادة تأهيل الأراضي الزراعية في محطة غردات للمزارعين على زيادة دخلهم باتباع نصائح الخبراء الزراعيين واستخدام الأسمدة الطبيعية. قيم فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط تنفيذ خطط العمل لعام 2025 وناقش خطة العمل لعام 2026 مع النساء القادمات من مديريات الإقليم خلال الفترة من 3 من يناير إلى 12 من فبراير. حضرت الاجتماعات النساء من 16 مديرية وعضوات من الوزارات والاتحادات، وقدمت تقارير حسب المديريات وتم مناقشتها بعمق. تضمنت التقارير دورات تدريبية نظمت لرفع مستوى وعي المرأة وبرامج إعادة التأهيل المنفذة ونتائجها.
وأنشطة التوعية وأثرها والجهود المبذولة لتمكين الطالبات. اقترحت المشاركات الترويج للحملات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي السياسي لدى المرأة وتنظيم دورات تدريبية مهنية لتعزيز قدراتهن وتوزيع التدريبات بشكل عادل وغيرها من الآراء. وفي الختام حثت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية السيدة ألم بلاي المرأة على العمل لتحقيق نتائج أفضل في عام 2026 من خلال رفع مستوى وعيهن وتعزيز تنظيماتهن. نظم مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم جنوب البحر الأحمر حلقات نقاشية لمساعدة الشباب على رفع إنتاجيتهم في المؤسسات وتعزيز مهاراتهم التنظيمية ومعرفتهم. وأفاد وكيل وكالة الأنباء الإريترية إيرينا بأن الحلقة النقاشية المشتركة التي عقدت في عصب يومي 10 و13 من فبراير حضرها أكثر من 350 شابا وشابة من العاملين في مختلف المؤسسات الحكومية والجبهة. وذكر سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد رزاني ميكائيل الشباب بضرورة اكتساب المعرفة والوعي مدركين بأنهم هم رواد المستقبل. وحث رئيس الشؤون السياسية في المكتب السيد قبره والتسفاي المشاركين حثهم على المشاركة الفعالة في المنظمات القائمة مدركين أهمية التنظيم الذي يعتبر الوسيلة الرئيسية لتحقيق الهدف المنشود. وذكر المشاركون بضرورة مواصلة التنظيم حلقات النقاش لتوسيع معارفهم وتعميقها. يواصل الدراج الإريتري الأولمبي بنيام قرماي المحترف في صفوف نادي NSN السويسري انتصاراته بالفوز المستحق الذي حققه في سباق الميريا الإسبانية الكلاسيكي في نسختها 39. يواصل صناعة التاريخ والأمجاد. واستحق بنيام قرماي الفوز بفوزه بالمركز الأول في السباق الذي اشتمل على 189.7 كيلومتر بكفاءة وجدارة، وقد قطع المسافة في 4 ساعات و10 دقائق و35 ثانية. حقق الأبداع الأولمبي الإريتري بنيام قرماي فوزا مستحقا في إحدى مراحل سباق فولتا كومونيتات فالنسيا الأسبوع الماضي، وارتدى القميص الذي يقدم للفائز بمجموع النقاط. تتواصل نشرتنا مشاهدينا في كل مكان من الفضائيات الإريترية، لكن بعد الفاصل. على الصعيد العالمي، أعلن الجيش النيجيري أن قواته دمرت مواقع إرهابية واقتحمت مخابئ تابعة للجماعات الإرهابية في ولايات شمال غرب البلاد، سبق أن تورطت قبل أسبوع في معطل أكثر من 70 مدنيا خلال هجمات استهدفت قرية النائية. جاء ذلك خلال عرض رئاسة الأركان العامة للجيش لنتائج عملية درع السافانا العسكرية التي أطلقها عقب معطل العشرات من سكان قرية وورو، وذلك تطهير الولايتين من العناصر الإرهابية حسب ما أعلن الرئيس بولا أحمد تينيمبو حين أطلق العملية العسكرية. وقال مدير عمليات الإعلام الدفاعي اللواء مايكل أونوغا في بيان صدر إن العمليات العسكرية أسفرت عن طرد الإرهابيين من ولايتي كوارا والنيجر بعد تحديد مواقعهم ومخابئهم وحرمانهم من حرية الحركة في المنطقة. وفي عرضه لحصيلة العملية العسكرية ذكر أونوجا أنه تم القبض خلال أسبوعين على أكثر من 53 إرهابيا، كما نجح الجيش في إنقاذ 39 مختطفا، فيما تم تحييد عدد من الإرهابيين. أعلنت أستراليا أنها ستنفق 3.9 مليارات دولار إسترالي ستكون بمثابة دفعة أولى على منشأة جديدة لبناء غواصات نووية بموجب اتفاق أوكوس الأمني الذي أبرمته كامبيرا عام 2021 مع واشنطن ولندن. وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي في بيان إن الاستثمار في حوض بناء الغواصات في أوزبورن أمر مهم جدا لتزويد أستراليا غواصات تعمل بالطاقة النووية ومجهزة بأسلحة تقليدية. ويهدف اتفاق أوكوس إلى تسليح أستراليا بأسطول من الغواصات المتطورة من الولايات المتحدة، ومن شأنه أيضا توفير تعاون في تطوير مجموعة من تقنيات الحرب.
وتعد الغواصات التي سيبدأ بيعها عام 2032 جوهر أستراليا لتحسين قدراتها الهجومية البعيدة المدى في المحيط الهادي. ونشب خلاف كبير بين أستراليا وفرنسا عام 2021 عندما ألغت كامبيرا صفقة بمليارات الدولارات لشراء أسطول من الغواصات التي تعمل بالديزل من باريس، واختارت بدلا من ذلك المضي قدما في برنامج أوكوس. أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الجيش السوري تسلم قاعدة الشداد العسكرية في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا بعد التنسيق مع الولايات المتحدة. وتعد القاعدة من أبرز النقاط الاستراتيجية في منطقة الجزيرة السورية، وتكتسب أهميتها من موقعها الجغرافي الذي يربط بين محافظتي الحسكة ودير الزور. وكانت القاعدة قد خضعت لسيطرة قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة منذ عام 2016 بعد طرد تنظيم الدولة الإسلامية منها، واستخدمت مركزا رئيسيا لإدارة العمليات وتأمين حقول النفط. وتأتي الخطوة عقب انسحاب الولايات المتحدة من قاعدة التنف بعد اتفاق توسطت في واشنطن لدمج قوات سوريا الديمقراطية قسد التي يقودها الأكراد في مؤسسات الدولة السورية. مشاهدينا، ختاما لنشرة هذا المساء إليكم أبرز العناوين. سكان مساواة يحيون الذكرى 36 لعملية فنقل من خلال نصب خيام أهلية. المعهد الوطني للأبحاث الزراعية يقوم بإجراء أبحاث حول جودة البذور في غردات. الدراج الإريتري الأولمبي بنيام قرماي يتوج بسباق الميريا الكلاسيكي. معطل واعتقال عشرات الإرهابيين في نيجيريا. أستراليا تعلن عن الاستثمار الضخم في منشأة جديدة لبناء غواصات نووية. والجيش السوري يتسلم قاعدة الشداد بعد تنسيق مع واشنطن. هكذا سادة السيدات نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، دمتم في أمان الله.